العلاج بالقسطرة العلاجية، اللي هو حقن مواد كيماوية محدودة داخل الورم نفسه، ما يقال عليه إرضاع الورم. كان زمان العلاج الكيماوي أن أنا أدي العيان في الوريد، أديله مثلا على سبيل المثال 100 سم من المادة الكيماوية يسبحوا في الدم وجسمه كله، و10 سم بس هم اللي يروحوا الكبد، ويحصل الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي. طيب الفكرة بقت القسطرة إيه؟ إنما أدي ال10 دول مباشرة في الورم. لما أدي ال10 دول مباشرة في الورم أنا عملت حاجتين: استخدمت كمية قليلة، الحاجة التانية منعت الأعراض الجانبية، الحاجة التالتة إن المفعول بقى مفعول فتاك، إنك بتديه في الورم نفسه مش من خلال الدورة الدموية دي. واستخدام هذا التكنيك بتاع القسطرة له مجال واسع، إنه بيتعامل مع جميع الأحجام، ما بيتقيدش بحجم معين، وله شروط الطبيب يتبعها علشان يتم هذا الموضوع بأمان وبفائدة.